بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا أو كل الناس شافت فيديو لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي. يعني فجر مواقع التواصل امبارح. الفيديو ده لف على مصر كلها والعالم كله. خناقة لكهربا في ملهى ليلي. أظن اللي بيدافعوا عن كهربا دلوقتي هيتكسفوا يتكلموا. لما كنا بننتقد كهربا ونقول له ركز في الملعب وركز في التدريب وكهربا وكهربا وكهربا، كان في بعض الاهلاويه بيزعلوا مني، يقولوا انت بتيجي على كهربا قوي. طب ازاي الحال وكهربا عمال يتسرب له فيديوهات في ملاهي ليليه وكبرهات والقصص دي؟ كهربا مش دماغه مش في الكوره يا جماعه. كهربا دماغه مش في الكوره. كهربا بقاله فتره طويله هو عبء على النادي الاهلي. يعني الاهلي ما بيستفادش من كهربا بحاجه. صلى على النبي وزمالك ادم بيقول لكم اعملوا لايك وصلوا على النبي. وزمالك وزمالك وبرستاو. الستات. تاو. طيب، فكهربا بقاله فتره هو عبء على الفرقه، عالة على الفرقه بالمعنى الادق. صح ولا مش صح؟ فاحنا لما ننتقد اللاعب ننتقده عشان مصلحته. طبعا كهربا خلاص اتقرت فتحته في النادي الاهلي. خدها مني، يعني لينا مصادرنا وبنعرف نجيب المعلومات وعلى مسؤوليتي. وحاسبني في يناير خلاص بينا وبينكم النهارده 24 بقى اسبوع. على مسؤوليتي الشخصيه وهتشوف الكلام ده. كهربا خارج النادي الاهلي في يناير خلاص بلا عوده. اعاره بقى، بيع، عنده عروض، يروح الدوري العراقي، الدوري القطري، الدوري الاماراتي، يروح لانديه في الدوري المصري. لكن الكهرباء خلاص موضوعه حسم، اموره حسمت في النادي الاهلي. كهرباء رسميا خارج النادي الاهلي، متبقي له ايام قليله في القلعه الحمراء. خلاص موضوع انتهى. لما كنت بشد برضه على امام عاشور واقول له يا ابني التزم، انت عندك موهبه، انت وانتقدت دونجا بسبب الزعروره والتوكه والضفاير. انا مش في خصومه مع حد، ولا انا عندي حاجه مع اللعيبه دي، لا. انا عشان موهبتهم. ليه لا؟ اصل انت لاعب كوره، ركز في الملعب والتدريب، دي شغلتك. انما تركز في امور تانية، ملاهي ليليه وسهر وحفلات وتوكه وضفيره، الكلام ده لكهربا ودونجا وامام عاشور. كهربا موضوعه خلص خلاص. كهربا خارج النادي، بقول لك على مسؤوليتي، خارج النادي الاهلي. اتقرت فتحته خلاص، اتقرت فتحته في النادي الاهلي. امام عاشور انذارات شديده اللهجه اخيره من النادي الاهلي ومن مجلس الاداره وكولر لامام عاشور، ركز في الملعب. اديك شايف اهو نهايه كهربا في النادي الاهلي عامله ازاي. عشان مصيرك ما يبقاش مصير كهربا، ركز في الملعب. دونجا في الزمالك ايضا، ايه التوكه والضفيره لعن الله المتشبهين بالنساء. تاني هقولها لك، قالها لك قبل كده مره واثنين وثلاثه. ايه الضفيره والتوكه والزعروره اللي انت عاملها دي؟ شكلك مش حلو على فكره يعني. استرجل، فك الضفاير دي. فهنا أنا مش في خصومه مع حد، انا بتكلم لمصلحه اللعيبه. اللعيبه دي عندها مواهب وبتاخد ملايين الجنيهات، ما يضيعهاش في الفاضي ويدمروا صحتهم ويدمروا موهبتهم بايديهم. دول كلمتين ردا على الفيديو المتداول لكهربا وخناقه داخل ملهى ليلي. الفيديو اللي بقول لك مصر كلها شافته، نزل امبارح. حاجه تكسف، بس مش هنتكلم اكتر من كده. صلي على حبيبك محمد، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناه. تعال نخش بقى في موضوعاتنا النهارده. الزمالك، هنبدا بالزمالك. الزمالك اللي عنده ماتش النهارده الساعه 8 امام طلائع الجيش في استاد الكليه الحربيه.
في استاد الكلية الحربية. ماتش مهم بالنسبة للزمالك وماتش مهم بالنسبة لطلائع الجيش. ماتشات مهمة جدا 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 للزمالك ولطلائع الجيش. الاهلي اللي عنده خلينا في الزمالك النهارده تشكيله المتوقع: محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد الونش في الدفاع، عمر جابر فتوح باك رايت وباك ليفت، نص الملعب محمد شحاتة وزياد كمال، عبد الله السعيد، مشلاك، زيزو، ناصر منسي. دي التشكيله المتوقعه لماتش الزمالك النهارده وطلائع الجيش. الاهلي غيابات الزمالك ايضا: محمود بنتايج، احمد حمدي، محمد السيد، الزناري، محمد عبد الشافي، ناصر ماهر. دول كلهم اصابات، حوالي 6 لعيبه في مستشفى الزمالك. هنشوف ونتابع ماتش الزمالك وطلائع الجيش وهينتهي على ايه. توقعاتك للماتش قولها في تعليق: فوز الزمالك، فوز طلائع الجيش، تعادل الفريقين، قول في تعليق. طيب ده بالنسبه للزمالك واخبار الزمالك. لسه زيزو ما جددش، لسه في حاله غليان داخل جمهور نادي الزمالك بسبب بطء اداره الزمالك في عدم حسم ملفاتها وهي التجديدات والصفقات. طيب في النادي الاهلي بدأ يمشي بخطى ثابته جدا في ملف الصفقات. هنكلمك على اخبار مهمه جدا ولاعيبه خلاص اقتربت من التوقيع للنادي الاهلي، صفقات سوبر السوبر. صلي على حبيبك محمد واضرب اللايك يا غالي. تعالى نخش في اخبار النادي الاهلي اللي بيواصل استعدادا لماتش النادي المصري يوم الخميس القادم في استاد برج العرب في الاسكندريه. ماتش مهم جدا للنادي الاهلي في الدوري. النادي المصري والاهلي في استاد برج العرب يوم الخميس بعد بكره. ماتش من العيار الثقيل. مصري ماشي كويس جدا السنه دي مع علي ماهر، متصدر جدول ترتيب الدوري. مصري مع علي ماهر حاجه تانية السنه دي. فماتش مهم، والنادي الاهلي اللي خارج من فوز كبير على شباب بلوزداد بسداسيه مقابل هدف، ايضا فرقه تقيله. فماتش تتوقع لهذا اللقاء ايه؟ قولوا في تعليق يا باشا. توقعاتك لماتش الاهلي والمصري البورسعيدي يوم الخميس قولها في تعليق. فوز الاهلي، فوز المصري، تعادل فريقين، قول توقعك. طيب صفقات النادي الاهلي. قلت لك رضا سليم خلاص هيمشي من النادي الاهلي. رحيل رضا سليم عن طريق الاعاره بقى، اي حاجه. كريم ندفد هيمشي. كهربا هيمشي. يبقى 3. ما تراجعش ورايا، هتشوف اللعيبه دي بنفسك. بس ساعتها قول الراجل غلبان ده قال، الراجل فقير الى الله ده قال كذا وقال كذا. يبقى رضا سليم، كريم ندفد، كهربا، ادي 3. بيرسي تاو ادي 4. يوسف ايمن ادي 5. وفي لسه لعيبه تانية هتمشي من النادي الاهلي في يناير. يبقى لحد دلوقتي قلت لك 5 لعيبه: ندفد، رضا سليم، وبيرسيتاو، وكهربا، ويوسف ايمن المدافع اللي جاي من الدحيل القطري. دول 5 راحلين لحد دلوقتي. قلت لك بالاسماء اهو، وحاسبني في يناير شوف اللعيبه دي هتمشي ولا هتقعد. بس لو مشيت قول الراجل ده قال كذا 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 ومعلوماته صح. الصفقات: محمود حسن تريزيجيه. اسمع كلام جديد طازه. محمود حسن تريزيجيه مفاجأة ان الاهلي مقدم له عرض لطرابزون سبور تركي، شراء نهائي. مفيش كلام انه هيجي شهر كاس العالم للانديه وخلاص. الموسم هيتقاضى محمود حسن تريزيجيه مع النادي الاهلي 1,300,000 يورو. تاني موسم
تريزيجيه مع الاهلي سيكون بمبلغ 1,300,000 يورو. اغلى لاعب، اغلى لاعب، ويستاهل، ويستاهل 1,300,000 يورو في الموسم. الاهلي بيتفاوض مع فريق التركي اللي يملك عقد اللاعب. طبعا اللاعب اعاره، بيلعب في الريان القطري اعاره، لكن اللي يملك اللاعب النادي التركي طرابزون سبورت تركي. النادي الاهلي بيخلص، والكابتن محمود الخطيب بيخلص بنفسه هذه الصفقه. صفقه شراء نهائي، مش اعاره لمده شهر، ولا اعاره 6 شهور، ولا اعاره سنه، لا، شراء نهائي. الاهلي عايز يشتري تريزيجيه شراء نهائي. خبر مفرح جدا للنادي الاهلي، لجمهور الاهلي. محمد عبد المنعم ايضا شراء نهائي، خلاص هيرجعوا من نيس الفرنسي. محمد عبد المنعم، حمدي فتحي نفس القصه، يبقى عوده ثلاثي الاهلي: تريزيجيه، حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم. ومش اعارات لمده شهر، لعيبه هتبقى شراء نهائي. كابتن الخطيب قال لك لا، اجيبه شهر ويرجع لا. بغداد بونجاح اللي في القاهره، من امبارح، ومدير الشمال القطري، او مدير نادي الشمال القطري، او متحدث باسمهم، اسم النادي، وضح وقال الاهلي بيتفاوض، واللاعب في القاهره، والصفقه هتتم. بغداد بونجاح صفقه ترج الدوري المصري كله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.